اهلا بيكم في حلقه جديده من وضعنا شو. انا عارف ان ده ما بقاش اكتر برنامج او اكتر سلسله فيفورت ليكم، بقى في منافسين للسلسله دي بينافسوها. فاهم قصدكم، فاهم ليه انتوا حابين الحاجات التانية مش حابين قوي وضعنا شو. فاهم اي حد هيخش يقول لي خالد نعيم الوعي بعد اذنك، خالد ما وراء النجوم. بس للاسف زي ما بقيه البرامج مهمه، ده مهم جدا. ليه؟ عشان ده البرنامج الوحيد اللي ممكن ابقى متعصب من حاجه واطلع اتكلم فيها، ابقى مخنوق من حاجه شفتها واطلع احكي لكم. ما اقدرش اعمل كده في ما وراء النجوم او نعيم الوعي، ما اقدرش اعمل كده غير في وضعنا شو. النهارده عايز اتكلم معاكم عن حاجه اسمها يو جي سي كريتورز. يعني ايه يو جي سي كريتورز يا خالد؟ يعني يوزر جنريتد كونتنت. يعني ايه يوزر جنريتد كونتنت يا خالد؟ بص يا حبيبي، زمان لما كانت الشركات تحب تعلن عن منتج بتاعها او تسوق له بطريقه ما كانش فيه غير ان هي تنزل تسوق له على الارض او تطبع بروشورات او تعمل اعلان في التلفزيون. يروحوا يعملوا فكره ويجيبوا مخرج يصورها ويجيبوا ممثلين يعملوها عشان في الاخر يعملوا اعلان ينزل على التلفزيون. بس دلوقتي ما بقاش في حد بيتفرج على التلفزيون للاسف. يا ترى ليه؟ عشان خلاص يعني التلفزيون بقى كله قنوات حبيشه والالماني ونسر الصعيد، اي فيلم محمد رمضان عامه، او اي اسم بوزو مثلا في السوبر ماركت. فالشركات دي بتعمل ايه؟ ما بقاش قدامها غير الانترنت، ما بقاش قدامها غير الناس اللي بتقدم كونتنت تحط البرودكتس بتاعتهم في الكونتنت ده. فانا معايا منتج دلوقتي، بشوف حد بيعمل كونتنت حلو، بديله البرودكت ده وبقول له بص حط لي كده الكونتنت ده ايه في الخباثه كده، من غير ما حد يشوفه. طبعا مع الوقت الكونتنت ده ابتدى يتحول ان هو يبقى ريلز، بعد كده الريلز ابتدت تبقى شورتس وتيك توكس. الموضوع ابتدى يصغر والناس اللي بتعمل كونتنت بقى اسمهم انفلونسرز، وما بقوش يعملوا كونتنت اصلا. يعني هم يا اما يقعدوا يعملوا ريلز مسروقه من افكار بره او ستوريز. والشركات بقت بتستسهل. يعني انا بدل ما اقعد بقى مثلا ادور على حد بيعمل كونتنت جامد زي انا كده واشوف ازاي ممكن امبلمنت البرودكت بتاعي في الفيديوهات بتاعته، لا خلاص يلا شوف لنا بقى 10 20 تيك توكر كده يطلعوا يعملوا رقصه ويقولوا اسم البرودكت في النص. هو ده الماركتنج دلوقتي، لو مش فاهم يعني هو ده الماركتنج. بس الموضوع اوفر، يعني الموضوع بقى اوفر. يعني في ناس بجد من كتر ما هي بتعمل اعلانات انا مش عارف هم بيقدموا ايه اصلا. يعني واحد زي ياسر مثلا، اللي هو ياسر وآية، انا مش عارف هو يعني انا من كتر الاعلانات اللي هو بيعملها انسيت الكونتنت بتاعه كان ايه. يعني اكيد انا مش عامل له فولو عشان رايه في العربيه الماتسوبيشي. او حسن بيسو مثلا، انا ما اعرفش حسن بيسو بيقدم ايه. اخر حاجه فاكرها لحسن بيسو رايه في الشيبسي الكرانشي بطعم الكبده تقريبا. تلاقي نفسك تايه بقى وسط البراندات، مش فاهم مين بيعلن عن ايه ولا مين بيودي لفين. والموضوع بجد مش مقنع، يعني هو مش مقنع خالص. يعني انا عمري ما اروح اشتري مثلا عربيه ماتسوبيشي عشان ياسر ركبها، عمري ما هعمل كده. برضو حوار الفود بلوجرز ده تحسه اوفر برضو كده، اللي هو ايه يا جدعان؟ هو فجاه الاكل كله حلو، الاكل كله جامد، مفيش حد فيكو دق حاجه مثلا ما عجبتوش، مفيش حد مثلا راح مكان حاسس ان الخدمه وحشه. كل الحاجات دي بقى ادت ان يطلع مصطلح جديد اسمه يو جي سي. طبعا انتوا عارفين كل ما يبقى فيه مصطلح جديد كل ما الموضوع بيزيد 2000 جنيه. المفروض ان يوزر جنريتد كونتنت ده، يعني انا كشركه دلوقتي بدل ما اروح ادي المنتج بتاعي لناس مشهوره يقولوا رايهم فيه والموضوع يبان فيك ومهروس، لا انا بروح اوزع البرودكت بتاعي ده على ناس عاديه جدا، ناس ما عندهاش فولورز، بس انا مثلا واثق في ان هم مثلا بيصوروا حلو، او عارف مثلا ان هم ذوقهم حلو، او عارف ان هم مثلا في الكاتيجوري اللي انا بتارجته، اللي هو خلاص انا عارف مثلا ان الشخص ده دايره صحابه على الاقل هم اللي انا عاوزهم يشوفوا المنتج ده ويشتروه مني. فلما ابعت المنتج ده للناس دي ويعجبهم ويصوروا عنه صوره او فيديو او ستوري او وات ايفر، الموضوع بيبان حقيقي. الموضوع بيبان ان هم عادي ناس عاديه دخلت مثلا فيلم في السينما وعجبها، راحت مثلا كلت من مطعم بيتزا في الزمالك وحست ان هو تمام. فانت لما بتشوف الناس دي بتعمل كده بتحس ان هو تمام. يعني ده اللي كان مفروض اليو جي سي يبقى معمول عشان. اللي حصل بقى ان الناس ما بتعملش كده، الناس خدت الموضوع في سكه تانية خالص. الموضوع تحول ان الناس بقت واخده يو جي سي دي ان هي شغلانه. انت بتشتغل ايه يا بابا؟ انا يو جي سي كونتنت كريتور يا حبيبي. ايوه يعني ايه؟ يعني تعبيط يا حبيبي، تعبيط. يعني ايه يا بابا؟ انا المفروض ما اعرفش؟ يعني المفروض ما اعرفش ان انت بتعمل كده؟ انت المفروض بالنسبه لي يوزر عادي بيعمل ريفيو بالصدفه لحاجه عاديه، بيعمل ريفيو بالصدفه لبرودكت ما، مش ان انت دي شغلانتك. فتلاقي البنات كاتبه في البايوز بتاعتها يو جي سي كريتور. يعني ايه؟ لا وتلاقي كمان بنات اكونتاتها اسمها يو جي سي، مريم يو جي سي، ميرنا يو جي سي.
يعني ايه انتوا ايه يعني انتوا بتعملوا ايه؟ مش بس الكرييتورز هم اللي مقابيزين الموضوع، الشركات برضو واللوكال براندز. فتلاقي مثلا لوكال براند فاتحين اتنين في جامعه ما، تلاقيهم عاملين فيديو يقولوا لك بتعرف تصور حلو، بتعرف تعرض المنتجات كويس، بتعرف تعرض عامه، عندك كاب كات، عندك كاميرا، عندك ايفون، بتعرف تقول رايك، عندك راي، مبروك احنا بندور عليك. بندور على UGC كونتنت كريتور. وانتوا بتحبوا تعملوا فيديوز وتنزلوا ريفيوز، لو انت عارفه او انت عارف ان انت بتعرف تعمل فيديوز صح وتقول رايك بكل صراحه، ابعت لنا، اكتب لنا في الكومنت. طب افرض رايي ان المنتج ما عجبنيش، اعمل ايه؟ Hi, we're calling out all the micro influencers and UGC creators. بندور على مايكرو انفلونسرز، والله موضوع على قد بس على الضيق، احد شاف نفسه قليل عامه يبعت لنا، يعني بندور على مايكرو انفلونسر. كل اللي مطلوب منكم تكونوا بتعرفوا تتكلموا قدام كاميرا، اضاءه حلوه، وبتعرفوا تأديتوا حتى لو على كاب كات. طب يعني ليه حد ينزل الشارع يدور على ناس تعرف تقول رايها؟ ليه يا اسطى؟ البنات اللي شاطرين جدا في اليو جي سي كونتنت كرييشن محتاجين اكتر من بنت الفتره الجايه دي تشتغل معانا، سواء كانت محجبه او بشعرها. فيا ريت اللي يعرف حد يعمل له منشن، او لو انت يعني ايه الريكويرمنت الغريب؟ ايه التفصيله الغريبه دي؟ يعني ايه علاقه الحجاب بالموضوع؟ طيب calling UGCs. لو انت UGC تحب تعمل كونتنت، لو بتحب تعمل فيديوهات، دايما الفيديوهات دي بتيجي بالصيغه دي، اللي هو اتنين كده بيقعدوا يبدلوا الكلام على بعض. لو انت بتعرف تعمل فيديوهات، بتعرف تتكلم وتقول رايك في المنتجات، عندك كاب كات وبتعرف تمنتج، عندك رينج لايت وبتعرف تنور، احنا عايزينك. بيقولوا يعني ان هم شركه روشه وكده، بيعملوا يعني طرق مبتكره للماركتنج ويو جي سي والحاجات دي. احسن طريقه ماركتنج في 2025 يعني، زي ما انتم فاهمين. ايه ده يا جماعه احنا عايزين يو جي سي كرييتورز. معلش بس مش ما فهمتش ايه الحركه، ايه اللي حصل ده؟ يا جماعه احنا عايزين يو جي سي كرييتورز. يعني ده هوك، يعني ده هوك ها، ده فيجوال هوك. يا لهوي يا جماعه، هوك ويو جي سي كرييتورز. احنا واقفين قدام اعظم تريك في التاريخ ولا ايه؟ احنا واقفين قدام اعظم ماركتنج استراتيجي. ده ماركتنج استراتيجي دي، ده ايه ايه الجمال ده؟ مش فارقه السن او عدد الفولورز، لو بتعرفوا تأديتوا وتصوروا فيديوز لزاز اعملوا لنا كومنت يو جي سي. لا ده عظمه على الاخر، ده عظمه جدا. ده انا هكتب كومنت بقى GUC. احنا شغالين على يو جي سي كامبين، فلو انت او انت شايفين انكم تعرفوا تريفيو البرودكت وتتكلموا عنه وتقولوا ريفيو حقيقي، في نفس الوقت تكونوا بتطلعوا هاي كواليتي فيديوز ولايتنج مظبوطه وكل حاجه. يا عم مش لما انت تطلع الاول لايتنج مظبوط؟ اهم حاجه ان انتوا بس تكونوا بتصوروا بكواليتي عاليه والرينج مظبوط. الفيديو اللي انتوا تصوروه لازم يبقى فيه الشروط دي. اهم حاجه يا جماعه، اهم حاجه بس الرينج تكون مظبوط. معاك رينج ومعاك موبايل ومعاك كاب كات، انت معاك اكبر خدعه ماركتنج في 2025. انت معاك اداه بتجنريت دولارات، انت معاك رينج. قوم شغلها وتفضل اعمل ريفيو. لو انت يو جي سي كرييتور تحب بقى تصور بقى حاجات برودكتس لايف ستايل، اعمل كومنت وهنكلمك. خلصانه. لو بتعرف تصور بس بتعرف تدوس زرار الريك هنروق عليك. وتلاقي بقى الكومنتات كلها ناس يا عيني انترستد دي امي مش عارف ايه. فتحس ان الموضوع تحول لشركات معاش فلوس عايزه تعمل اعلانات، وناس عايزه تبقى انفلونسرز وكونتنت كريتورز وتعيش الحياه دي. فهو بجد الموضوع يعني مثير كده للشفقه، اللي هو لا يا جماعه، هي الموضوع مش كده. هو انتوا مش المفروض تقولوا ان انتوا بتعملوا ده. المفروض ناس عاديه، كاونتات عاديه، عايشين حياتكم عادي، بتصوروا حياتكم عادي، بتعملوا كونتنت ممكن. فالناس شايفه ان انتوا بتصوروا حلو فتبعت لكم حاجات تعملوا لها ريفيو. لكن انا استفاد ايه لما اخش على الاكونت الاقي كله ريفيوهات؟ طب ما خلاص يعني، ما احنا كده بنعمل حاجه اوسخ من الانفلونسرز كامبين. يعني احنا يعني على الاقل انفلونسر كامبين ده انا معترف ان ده اعلان، مش بيضحك عليا، هو مش مستخبيني. انتوا بتستخبوني اكتر من الانفلونسرز. دونت هيزيتيت، يو جي سي ان نيد. 1412 كومنت، 1400 بني ادم نفسهم يجي لهم جيفت هو يعني نفسهم يجي لهم جيفت. انا عايز كرتونه، ما خدتش كرتونه. واحنا محتاجين يو جي سي مقابل جيفت. محتاج يو جي سي لبراند كاندل مقابل جيفت. يو جي سي باي رانيا، سما يو جي سي. انتوا ايه يا جدعان؟ ايه الكالت دي؟ امل احمد يو جي سي كرييتور، يا نهار اسود. يو جي سي باي اي اند ام. ايه طب يعني ايه الاكونت ده؟ ايه الاكونت ده بجد؟ يو جي سي يوزر جنريتد كونتنت. اقتنعت خلاص، اقتنعت بالمنتج، هروح اشتريه حالا. عايزين يو جي سي كرييتور.
بالظبط كده. لو حد بيحب يصور واخد بالي برضه ان الفيديوهات دي دايما بتتصور كده بعفويه كده بتلقائيه، الاتنين كده بيبقوا قاعدين في عربيه بيرموا موبايل لبعض، اللي هو انا هرميها واجري كده. انا بوزع هدايا يا جماعه، يلا حد عايز حاجه؟ ده بيعرف يتكلم، يعرف يقول رايه قدام الكاميرا. بس حد هنا بيعرف يتكلم؟ حد هنا بيعرف يتكلم؟ الفيديوهات دي هي اكتر فيديوهات جايبه ريتش وكومنتس ولايكس اكتر من اي فيديو يو جي سي كريتور عمله. الناس دي بتبقى كأنها نزلت ميدان عام وزعت لحمه على الناس، اللي هو خدوا يا جدعان، عايزين كاندلز خدوا، عايزين سكين كير يلا. مين عايز جيفت يا جماعه؟ مين عايز هدايا؟ طبعا الناس كلها عايزه، يعني مين مش عايز؟ كلنا عايزين نبقى انفلونسرز وكريتورز ويجي لنا بقى بي ار باكج وبوكس وجيفت والحاجات دي. تلاقي الناس كلها انترستد. هو ده الديل، هي دي الحاجه بجد المفيده. الفيديوهات دي هي اكتر فيديوهات بتجيب، الفيديوهات دي انجح من اي حاجه. الفكره ان الموضوع بس ما وقفش عند الناس والشركات، لا ده في ناس كمان بقت بتدي نصايح ازاي تبقى يو جي سي كريتور، واخدينها في سكه بقى انت في 2025 ولسه مش عارف يعني ايه يو جي سي، انت معاك موبايل وكاب كات ولسه ما بتقبضش بالدولار، شكلك كده مش عارف اهم خدعه ماركتنج في 2025، شكل كده بابا لسه بيصرف عليك، شكلك ما بتعرفش تجيب فلوس من الموبايل. وتلاقيهم بقى بيعلموك ازاي تبقى يو جي سي كريتور. انتوا بتعلموا الناس ايه؟ وتلاقيه بقى بيقول لك بص انت تروح تجيب رينج لايت وتشتري مايك بويا. ازاي تعمل فلوس اللي انت شايفها دي من موبايلك بطريقه مجربه 100%، ولا مش هتشوف اعلانات وتاخد عليها فلوس، ولا هتملى استبيانات، ولا هتتعلم مهاره، ولا هتتداول، ولا هتتاجر، ولا اي حاجه من الحاجات دي. هتعمل يو جي سي. وعملنا يو جي سي كونتنت، قدرنا بيه ان احنا في خلال 3 شهور بس نعمل مبيعات ب 6 مليون جنيه. سامع يا اسطى سامع؟ 3 شهور ده رقم مرعب. عنده يو جي سي اند اي جي سي كونتنت بالظبط. ترند جامد قوي بيشوي اليومين دول في اليو جي سي. سامع؟ اليو جي سي سامع؟ سمعت الكلمه ولا لا؟ اللي انا متخيله، بس ممكن يبقى ده كلام مش صحيح، انه نجاحك في الماركتنج ده ممكن يترجم انت ممكن تبيع اي برودكت في الدنيا. دي حقيقه، ده اللي جاي. الفيديو ده جالي النهارده من هاجر، one of my partners. فاهمين انتوا؟ بحب اتفرج على شارك تانك، انا one of my partners. كل المنتجات تقدروا تبقوا بتسوقوا لها، اهم حاجه تبقوا حقيقيين، والاهم كمان انكم تبقوا بتتعلموا ازاي تعملوا يو جي سي كونتنت، وده اللي بنعمله في الكورس بتاعنا يو جي سي في 7 ايام. تتعلم وتتعلمي اليو جي سي وصناعته والتصوير والمونتاج، كل ده في 7 ايام عشان تقدروا تبقوا بتعملوا. زي ما قلت لكم في شركات معهمش فلوس عايزين يوزعوا هدايا على الناس عشان يعملوا لهم ريفيو ببلاش، وفي بنات صغيره يا عيني نفسها تبقى بيوتي انفلونسر والحاجات اللي بتشوفها على النت دي. في شركات بتحاول توصل اتنين ببعض وبتعمل مصلحه. ده بقى واحد في النص جه نتش موبايل وجري جه حط ايده في جيبك طلع 100 جنيه وفلق. كورس يو جي سي فاهمك عامه. ديجيتال ماركتنج اكسبرت، فوتوغرافي اند ماركتنج كورسز، بوستنج يور براند. اكسب فلوس وهدايا من البراندات يو جي سي. وطبعا افوره المعتاده في اي صمنيه. انت اقل حاجه ممكن تعمل 1000 جنيه في الفيديو الواحد. 1000 جنيه في الفيديو الواحد، تخيل بقى لو عملت 100000 فيديو مش اقل من 100000 جنيه يعني. تخش بقى تبعت ل 100 شركه انك تعرف تصور، 50 منهم هيردوا 50 لا، 50 اللي هيردوا دول 25 منهم هيشتموك، 25 ممكن يوافقوا يبعتوا لك برودكت، في الاخر هيصفصف على 5 مثلا، واحد منهم هيبعت لك فلوس، الاربعه يبعتوا لك برودكتس بايظه. ال 1000 جنيه دي بدايه، وباذن الله تعرف تعمل اكتر منها في وقت قليل. انت لو بتعمل كونتنت محترم وجي براند كلمك، ال 1000 جنيه دي هتبقى 1000 دولار. بس طبعا ما حدش يروح يعمل كونتنت يعني بهدف ان هو يجي له اعلان وياخد عليه فلوس. اقول لك على حاجه يا عم، مش لازم تعمل كونتنت بفكره بحاجه، خليك على طبيعتك، خليك نفسك عادي، اطلع قول اللي انت حاسس بيه. ايه رايك؟ لذيذه دي. كورس يو جي سي مجاني. يو جي سي هي اختصار ليوزر جنريتد كونتنت، يعني العميل بيقدم محتوى. بالظبط، العميل هو اللي بيقدم كونتنت، العميل اللي فعلا خد الخدمه، مش واحد شركه مهيراه او لوكال براند جايبه عشان يقول او يعمل نفسه بيقول اونست ريفيو. والموضوع مش هيجيب فلوس. انت لو عملت كورس ممكن تجيب فلوس، بس هو اليو جي سي كريتور ده مش هيجيله فلوس. الموضوع وصل لدرجه ان بقى في جروب يا جماعه، يعني في جروب معمول للناس بيقولوا فيه ان هم بيعرفوا يصوروا منتجات ويعرضوها وكده، يعني جروب كامل في ناس نفسها تبقى انفلونسرز ويبعت لهم هدايا وكده. حد يجي يقول لي ايه المشكله؟ طيب ايه المشكله دلوقتي انا لوكال براند وبدي البرودكت بتاعي لحد بيعرف يصور حلو ويعرض لي المنتج كويس، انت ايه اللي مضايقك؟ ماشي يا حبيبي، لو انت في حد بيعرف يصور لك البرودكت كويس ويديك الفيديو ده انت تنزله عندك، خلاص يبقى ده فوتوغرافر. سهله فوتوغرافر. طب والله انا بعرف البس هدوم حلو وبراندات بتحب تبعت لي هدوم عشان انا بعرف استايلها واتصور بيها، خلاص يا حبيبتي يبقى انت موديل.
انت موديل. لكن انا والله بعرف اكت اني مواطن عادي بيجيله برودكت بالصدفه، وبالصدفه برضو بيطلع رايي في البرودكت ده تحفه وان هو غير حياتي. لا انا مش غبي، انا مش غبي عشان تيجي تقولي لي كده. فكره غبيه، فكره اليو جي سي دي فكره غبيه. عارف انت لو اسمك ريفيور ماشي هحترمك انت شخص يا عم وظيفتك ان انت بيجي لك منتجات اللي ممكن تكون انت كمان بتشتريها، زي الناس مثلا اللي بتعمل ريفيوز لموبايلات وخلاص. انت ممكن في مره يجي لك موبايل جيفت، مره يجي لك حاجه جيفت، بس انت دي شغلتك ان انت خلاص بقيت متخصص في مجال معين وبتقعد تقول الحاجات الحلوه فيه والحاجات الوحشه. يا عم لو انت اقول لك على حاجه، لو انت انفلونسر يا عم ماشي، بس ما تقوليش انا يو جي سي. يعني ايه يو جي سي؟ انت عبيط. الفكره ان اكتشفت ان الموضوع ده موجود بره مش في مصر بس، الوباء ده طلع عالمي. وفكره ان بره بقى واخدين الموضوع جد قوي، اللي هو واخدينه في سكه الهاسلينج بقى، اللي هو انا سبت شغلي اللي من 9 ل 6 وبقيت فول تايم يو جي سي كريتور. So when I quit my construction job a couple months ago, and today I've had to go back and buy a high-vis shirt. But it's for a UGC video. يلا اهبل. في برضه مصطلح المايكرو انفلونسر. المصطلح ده مضحك قوي. انت ما حصلتش حتى انفلونسر، انت قطعه انفلونسر، ربع، انت تمن انفلونسر، انت ب 2 جنيه في كيس انفلونسنج. لا بهزر يعني بصراحه، هو المسمى غريب بس فكره المايكرو انفلونسنج ده لذيذه، لان الشركات لما بتتعامل معاهم فهي بتارجت ناس المفروض يبقوا نيش اكتر، عندهم انجيجمنت عالي. بس في الاخر برضو المايكرو انفلونسرز دول هم بيعملوا حاجه، يعني بيعملوا حاجه غير ان هم بيعملوا ريفيو الهدايا. طيب انا برضو في النهايه مش عايز ابقى نيجاتيف، مش عايز اقول لك ما تعملش ايه وخلاص، في حين ان انا ممكن اقول لك تعمل ايه بجد بقى. لو انت شركه جديده لسه فاتحه عايزه تسوق لمنتج ما وعايزه تعمل بجد حوار اليو جي سي ده صح، ابعت لناس صحابك عادي، ابعت لناس قريبه منك انت بتثق في رايهم، عارف ان هم بيصوروا حاجات كويس، ابعت لناس يكونوا بيصوروا اللايف ستايل بتاعهم بشكل كويس، او عارف ان دوائر معارفهم هم التارجت اودينس بتاعك. ساعتها الموضوع هيبقى حقيقي وهيبقى بجد في ثقه. طب لو انت يو جي سي كريتور من الشباب اللي هي لسه طالعه وعايز تعيش الحياه دي، يعني انت عاجبك حياه الانفلونسرز ان هم بيجي لهم هدايا ونفسك في ده، يعني انت بتشوف الناس دي وبتقول طب ليه مش انا؟ تعمل ايه؟ ركز ان انت تعمل كونتنت الاول، يعني ركز ان انت تعمل حاجه تشد الناس ويبقى فيها فاليو معين للناس، بعد كده ابقى حط فيها اعلانات. يعني اعمل الاول المنتج بتاعك، بعد كده حط له ليبل، حط له اعلان، حط عليه يافطه، بس يبقى انت عندك حاجه اصلا، بس ما تبقاش انت اليافطه، ما تبقاش انت المانيكان اللي بيلبس البرودكتس وبعد كده يلحق ويلبس برودكت تاني. ركز ان انت تعمل كونتنت اوريجينال، كونتنت جديد مختلف، كده الناس هتحبك اكتر، هتتعلق بيك اكتر، تبقى مهتمه بجد انت بتستخدم شامبو ايه، او بتحط سكين كير ايه، او ايه الافلام اللي عجبتك في السينما. ساعتها البراندات بجد هتقدرك وهتبقى هي اللي عايزه تبعت لك هدايا، وهتبقى كمان عايزه تدفع لك فلوس تتكلم عنها. ساعتها بجد تاثيرك هيبقى كبير، مش مجرد مانيكان ثابت والمنتج بس هو اللي بيتغير. وبس كده في النهايه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واتمنى ما حدش من شباب اليو جي سي يتضايق مني، او اي حد طلع في الفيديو ده ما حدش يتضايق ارجوكم. واشوفكم تاني فيديو جديد قريب، و باي باي.